السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم يوميات بشرى ياسمين. كنتمنى انكم تكونوا بخير بصحه جيده، والفيديو ديال اليوم يلاقيكم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم البنات غادي نقدم معكم انجح وصفه كريب حلو بمقادير جد مضبوطه. بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تعرفوا الوصفه كامله ان شاء الله. المهم هنا البنات في واحد الكاس ديال الخلاط الكهربائي درت 3 ديال الحبات ديال البيض. هاد العمليه هادي تقدروا ديروها فقط في واحد الاناء وبالضراب اليدوي، حتى هي راها سهله. كتخلطوا كل شيء وديروا في الصفايه. غير هنايا يعني الخلاط الكهربائي كيغنينا على اننا نستعملوا الصفايه. المهم درت 3 ديال الحبات نتاع البيض، معلقه كبيره ديال الزبده، 2 معالق كبار ديال السكر ديال السنيده. الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. واحد رشيشه ديال الملح تاع ديال الذوق. كذلك درت كيس ديال سكر الفانيليا صافي، ودرت نسيترو ديال الحليب، ودرت 2 كيسان. خلطت داك الخليط كامل البنات، ثم ضفت 2 كيسان وربع ديال الدقيق الابيض. 2 كيسان وربع البنات. المهم المقادير انا عطيتها لكم مضبوطه، ديروا هاد المقادير وراه غادي ينجح معكم من اول تجربه. صافي كنخلط مزيان في الخلاط الكهربائي وكنخليه يرتاح واحد نص ساعه هكذا. لو كنتو مزروبين ديروه حتى داك الساعتين. انا ديما كنديرو داك الساعتين، ولكن دابا خليته يرتاح، ما كنتش مساليه باش نطيبو. صافي هنا كندير المقله نتاعي سخنت مزيان صافي، وكنبقى ندير داك المغرفه ديال الاخر وكنوزعو على المقله كامله. المقله تكون ما كتلتصقش البنات، يعني تكون خاصه بالبغرير اولا بالكريب باش هكذا تفاداو انها تلصق لكم الكريب ديالكم. صافي غادي نستمر هكذا، كنخليه حتى كياخذ داك اللون الذهبي. ملي كنقلبو كتجبروا فيه بحال النقيطات هكذا كيف ما غادي تشوفوا معايا هكذا. صافي هذا راه مستوي البنات، يعني طايب. خليته يعني هنا من بعد ما ساليت داك الكميه كامله البنات، هنا غادي ندير له الشكلاط. كل واحد شنو بغى يدير له، اللي بغى يدير له العسل او لا الكونفيتير او لا، يعني داكشي كيبقى اختياري ديالكم. انا درت له الشوكولاته ديال الدهن بهذه الطريقه كيف ما غادي نوريكم. كيف ما كتشوفوا كيجي خفيف البنات وكيجي زوين رائع رائع. صراحه هذه الوصفه هذه غزاله. هنا غادي نبدا كندهن البنات الشكلاط. كندير الكميه كديروا اللي بغيتو تكثروا ولا تقلوا. انا هنا درت فقط شويه، ما كتعجبنيش الحلاوه بزاف. صافي وكان بغيتو ديروا الموز كذلك ديروه كحشوه حتى هو كيجي رائع. المهم كملتو زينتو بالشكلاط من الفوق وشويه ديال الجوز يعني الكركاع، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى انه ينال اعجابكم. المهم وصلنا للنهايه ديال الفيديو. عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لايكاتكم وتعاليقكم المحفزه اللي كتشجعني انني نقدم كل ما هو جديد معكم. اللي اول مره كيزور القناه نتاعي مرحبا والف مرحبا. فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، بارطاجيو مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده مع الجميع. كنتمنى دائما انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. الى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله.